أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا الطريقة الصحيحة لعمل اللحمة المعصجة، ودي المقادير. أول حاجة عندنا بصلة كبيرة مقطعة صغير، هنبتدي نحمرها في زيت أو سمنة أو زبدة على حسب ما احنا نحب. وأول ما البصلة تتشوح معانا هننزل بمعلقة ملح متوسطة ومعلقة فلفل متوسطة ورشة قرفة ورشة جنزبيل، ونبتدي نقلبهم كويس عشان البهارات لما بتتشوح على النار بتدي نكهة جميلة وبتطلع كل ريحتها. ممكن نحط بابريكا على حسب الرغبة، ونبتدي نقلب. وبعدين هننزل بالنص كيلو لحمة مفرومة بتاعتنا ونبتدي نقلبها ونحمرها كويس مع البصل، ونغطيها ونسيبها حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة على نار متوسطة. واللي يحب يزود لها شوية مية لو اللحمة ما استوتش، ممكن نزود لها حوالي ربع كوباية مية أو نص كوباية مية لغاية ما تستوي. ولو احتاجت ملح تاني ندوق ونشوف، كل واحد على حسب رغبته. وبكده اللحمة جاهزة معانا. ممكن نعتمد في حشوات كتير للمكرونة بشاميل أو الجلاش أو الرقاق أو أي حشوة تحبوها. وأتمنى حضراتكم تجربوها وانتظروا المزيد على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم، وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.